كان بدون مستشار بدون القاب، اخويا الكبير اكرم سلامي. عاملين ايه؟ صلوا على النبي. محمد عبد الملك اللي طلعني دلوقتي، والله العظيم اقول لكم حاجه، انا كنت عامل بس طويل بس جميل مع الدكتور ايهاب رفاعي، فداخل كده نام، فبدأ اقول له ماما كل ما زي يعني تصبح على خير وكده. راحت امي راحت سالاني كده، قالت لي هو صاحبك عمل ايه؟ قلت لها صاحبي مين؟ قالت لي اكرم اللي انت خليتني ادعي له. لا والله ما لسه يعني فرج قريب يعني. قلت لها والله ما عايز اتكلم في على اليوتيوب يعني عنه، عشان مش الكلام مش هيقدم ولا اخر يعني. قالت لا، انت لما تتكلم ومراته ولا اولاده يسمعوك بتتكلم عنه، يعني ده نوع من المسانده المعنويه يعني. فقلت لها طب والله ما هني، والله لا اروح اعمل لايف. فحددت لايف كده، قلت ادردش معاكم شويه وانا مش جاي نوم بصراحه، نام طول النهار. نعم رايح شغل الصبح، بس انا تقريبا ما فيش حته في البيت ما نمتش فيها يعني، فاضل المطبخ والحمام ما انام فيه. فقلت ايه يعني احلى حاجه يعني ايه، نعرف الناس اللي جديده او الناس اللي ما كانش قريبه من اكرم سلام، نعرفهم هو مين اكرم سلام قبل ما يعمل لايفات وقبل ما يكون شهره قضيه الزوج والزوج اكتر والكلام دوت. قلت احكي لهم يعني عن الذكريات، وهل اكرم سلام ساهم في حاجات نفعت المجتمع ولا لا. والله انت اللي منور مع المستشار، يعني ساهم في حاجات نفعت المجتمع، زي ما الناس قالت اكرم سلام بيشتم، اكرم سلام بيعمل، اكرم سلام مش عارف ايه الكلام ده. بقول لهم برضه اكرم سلام بيعمل ايه يعني وده نوع يعني حق من يعني عليا الاكرم سلام يعني، لانه وقف جنبي في كام موقف كده، وانا ما بنساش يعني، وانا ما بنساش. فقلت اطلع اتكلم عن الذكريات، مش عارف بقى الناس اللي قدام ده تفتكر الكلام ده يعني، يا رب الناس تنزل معايا القديمه عشان نفكر بعض، عشان نقول بعض الاسامي. عايز اقول لكم بس انا اتعرفت على اكرم سلام ازاي يعني. طبعا انا دخلت اليوتيوب سنه 2020 في 3 2020، ما كنتش اعرف ان اليوتيوب فيه فلوس والله. لا ما عنديش شتيمه لا من غير شتيمه، لا ما فيش شتيمه لا. كان سبب الرئيسي في حبسها المستشار اكرم سلام. طب حد عبد الملك، حد تقول لي طب انت ليه بتقول الكلام ده؟ عايز اقول لكم ان اكرم سلام طول عمره صاحب قضيه وصاحب محتوى. الكلام ده ما كانش فيه بقى لايفات، ما كانش اكرم بيطلع لايفات، كان فيديوهات قصيره بس، كان فيديوهات قصيره. وهتلاقي الكلام ده انا موجود. ايوه حصل، واياميها كنت بخش هو كانت سخن لوحده، هو اكرم ما بيحتاج حد يسخنه، لما بيسخن بيطلع لوحده ولا حد بيسخنه. عايز اقول لكم ان اكرم حتى اللايفات ايام ما كان بيعمل لايفات ما كانش فيها فلوس، ما كانش فيها سوبر شات، بالعكس كانت بتوقع القنوات وتوقع المشاهدات. انما اكرم كان حابب يتكلم عن الناس. وكان كان بقى بعد كده متولي طلع شتم كريم علاء، دي ايه موقف وقفه مع نصر الحكايه. كان متولي طلع وقف شتم كريم علاء شتيمه وحشه قوي، وشتم زوجته شتيمه وحشه قوي. برضه المستشار اكرم تك 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 دخل لكريم علاء السم كبير، راح المستشار اكرم طالع. المهم خلى متولي اعتذر له وخلص المواضيع والكلام ده، وبعدين متولي اتخطف بقى ساعتها ما شتم الصعايده والكلام ده. متولي مصايبه كتير وحاجات كتير جدا، وخلى كريم علاء متولي اعتذر له والكلام ده كله. دي تاني حاجه. جه بعد كده اختلفت انا بقى مع اكرم سلام في موضوع غاده، لا مش موضوع غاده، رانيا السيد. لما قالوا لي ان هو راح لهم البيت والكلام دوت، وان هو ما راحلهمش البيت اعتدى عليهم ولا حاجه ولا ضرب حد ولا ان هو ما سببش اصابات يعني، انما هو راح لهم البيت عشان يثبت لهم ان هو ما بيخافش او الكلام دوت. وفي الاخر قال لها انت اختي وانت مش عارف ايه ومحدش يكلمك تاني. المهم انا طبعا رانيا السيد سمير بيه ساعتها وقالت تهاجم عليا وعمل وانا صدقتهم صراحه ساعتها، وبدات اهاجم فيه وهو يديني انذارات وشتمني وكل حاجه، واداني 3 انذارات لغايه لحظه كده كنت في لايف لقيته بيتكلم عني وقال لهم لا محمد عبد الملك ده مش فاهم، محمد عبد الملك نظيف مش فاهم، هو فاهم غلط. عادي انت كده كده، ما انت كنت مهرياني يا نونا، ما انت كنت هرياني يا نونا، عادي يا نونا انت متقلبه، ربنا يستر ما تكونش بس الجايه ردي. المهم بعد كده لقيته بيتكلم عليا بطريقه كويسه، وبعدين لقيت الناس دي اللي بيتكلم عليهم ناس بجد فعلا داخلين في قصه ابتزاز وغلط وقله ادب والكلام دوت. ورانيا السيد دي كمان لما انا هاجمتها ان هي اتلفظت بقى، بدل ما كنت البطل بتاعها بدات تشتمني وتتبلى عليا وانت قبضت من اكرم، عرفت فعلا انه مستنقع يعني. فتعرفت بعد كده على مستر اكرم سلام، بقت العلاقه بقى مش هروب بس، كمان رحت له واتقابلنا والكلام دوت. لقيته شخصيه مرحبه جدا، شخصيه مرحبه جدا، ويعني بيقابل الناس لما الكبير والصغير لما يخش عليه امه، ولو طفل صغير داخل يسلم عليه ويقف ويسلم عليه، قصه كده يعني نوع من انواع التواضع والتسامح والكلام ده كله يعني. المهم اقسم بالله ابدا انا صاحبه مبدا، انا ما قلتليش انك ما عندكيش مبدا. بصي المبدا حاجه نونا، والمواقف حاجه، ان انت مثلا النهارده بتحبي محمد عبد الملك والنهارده محمد عبد الملك غلط فانت بتكره يعني بتعترض عليه، ده مواقف، ده تغير مواقف، لكن المبادئ حاجه ثانيه. المبادئ ان احنا نبقى ثابتين على مبادئنا، ان احنا ما ننافقش عشان الفلوس وما ننافقش عشان الكلام دوت، او الراجل في موقف ضعف دلوقتي نرجع ونسيبه او نذكره بشر او الكلام ده كله. فاهماني؟ دي الاخلاق بقى، دي المبادئ. ان انا عندي مبدا ان انا الراجل اللي يتكلم اللي عمل معايا جميله عشان انا متربي وعندي اخلاق ومبادئي بتقول ان انا يعني ما انساش جمال الناس، افضل واقف، افضل واقف. نبراوي يا حبيبي، المهندس نبراوي ده اخ. اكرم، اكرم والله العظيم ثلاثه، اللي يعرف اكرم عن قرب يحبه، شخص مضياف، شخص كده يدخل قلبه. اكرم اللي انتوا بتشوفوه على الشات ده اخر ادب في لما يقابلك حتى اولاده والله. يعني انا اول مره قابلت يوسف وياسين كنت مستغرب، كنت اول مره اشوفهم كان معايا مين؟ كان معايا نخال واشرف. قلت له يا عم ده العيال ايه العيال طلع شيت على الشات دي، العيال مؤدبه قوي في الحقيقه. حبيبي كده انا اتاكدت ان انت المستشفى محمد نبراوي، ايوه اكبر داعم عندي يا جدعان، اكبر داعم للقناه حبيبي والله. فاكر موضوع الشرخ وفؤاد عبد العزيز حبيبي فؤاد. فاكرم
اللي يعرفه عن قرب يحبه. ودايما كنت اقول له حب، يعني كنت استغربه قوي، اقول له يا اخي الناس دي بتحبك ليه كده؟ يقول لي والله نفس الحاجه. اقول له ده نعمه من عند ربنا، اللي الرزق الاول حب الناس. ربنا يفك اسره والله. وخلي بالكم اكرم هيطلع، اكرم ان شاء الله يطلع منها ويعني ان اكرم خيره كتير قوي. انا عارف ناس، مش عايز اقول لكم، من المتابعين لاصحاب قنوات، لاصحاب قنوات، اكرم ساعدهم مساعدات ماديه، يعني طبعا مش هقول اسامي، عدم احراج الناس. اكرم في اللي طمر فيه، عيني في الدعم، خد ايده 10 ريال، يا ستي خدي. انما اكرم كل حاجته في السر بصراحه، على يد انا بعت له حالات وساعدها، وساعد معانا في حالات، بس هو كان مانعني قوي. شهاده لله. حبيبي. طب ليه كنت كان تحيه لنونا لوحدها وتحيه للمسؤول لوحده؟ ماشي، لا شهاده لله. انا والله العظيم طالع، والله العظيم والدتي اللي فكرتني، وانا ما انساهوش. يعلم ربنا انا تقريبا في كل بس ندعي له بالفرج ان شاء الله يطلع. حد يقول لي طب انت يعجبك اللي عمله اكرم؟ بصوا يا جماعه، كلنا ضد العنف. حبيبي انا برضه. كلنا ضد العنف، بس صدقوني، صدقوني، انا كنت هعمل كده مع اللي اسمه احمد رجب ده. لو كنت قابلت احمد رجب ده انا ما كنتش هستنى اخد حقي بالقانون ولا بالقصه دي ولا الكلام ده. لان بصراحه الاهانات اللي كانوا جبت لي، ايوه انت جبت فلوس، انا عارف جبت سجاير. طب انزل روح سجاير عشان انا دي اخر صوره معايا. روح سجاير وتعالى. عارف عبد ده كده لكم، حتى لو عمل، انا بقول لك حتى لو عمل، مش قصدي انه عمل حاجه يعني، انا الله اعلم عمل ما عملش في علم ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول لكم حتى لو عمل فهو راجل، هو راجل، حتى لو عمل كده. سنه نتوش. غريبه في الموضوع بقى ان البنت صاحبه القضيه دي، أنا مش عايز اذكر اسامي حقيقيه، بنت صاحبه القضيه دي ليها 100 عداوه. البنت دي 40,000 واحد يدور عليها يعمل فيها كده بسبب قله ادب. يعني برضو انتوا كله بيقدر لهم والكلام ده كله عادي جدا. ياما ناس انا اتهمت في قضيه وقعدت فيها 6 اشهر وطلعت براءه. اتهمت في قضيه لمجرد يعني حد عمل ارتكب جريمه كده وقالوا انه محمد عبد الملك، فاتخذت انا. في الاخر المصاب لما عبد الملك، فاتخذت انا. في الاخر المصاب لما يعني تخيلوا قعد 6 اشهر. انما اي حد، اولا مش من الرجوله انك تنسى فضل حد عليك، الا بقى لو كان مثلا ايه، يعني الا اذا كان اكرم سلام مثلا قبل ما يدخل كان شاتمني وبهدلني، انما الراجل كان في كل بس يا كينج ويا كذا ويا كذا محمد عبد الملك. وكانت علاقتنا على مرام، زعلنا من بعض في بعض الاحيان بس ما فكرش ولا اتبلى عليا. يعني هو في مره واحده كده بس كده، حد وصل له حاجه غلط، قصه مكالمه وحاجات غلط كده وفهمها غلط. والله اكرم من النوع اللي بيرجع بسرعه، يعني حتى لو اذاك وعرف انه اذاك والله يرجع. شفناه كتير، رجع ولا لسه ما زعلوش فاهم غلط، لا انا عرفت انكم ناس كويسه الكلام ده كله. شفناه كتير. يعني عمرنا ما شفنا اكرم طلع مستند انت بيقطع عليه. عايز اقول لكم، هاتوا لي بث مباشر لاكرم سلام، لاكرم سلام طلع مكالمه مسجله لحد، يعني هو اتكلم مع حد وطلعها. انما المكالمات المسجله بيطلعها بتجيله من بره، مش بتاعته. طلع الخاص بتاعه لحد، اختلف معايا مرتين ثلاثه، عمره طلع لي الخاص. اقفل الكاميرا صوتها اتظبط حاضر. ملاحظ ان القناه دي اللي انا قلت هطلع منها بس ستارت. طب وايه علاقه الكاميرا بالنت؟ ماشي خلينا نقفل الكاميرا مش مشكله. ثانيه واحده يعني. اكرم بصراحه ما ظلمش يعني حد بشكل واضح، ولا اتبلى ولا افترى ولا الكلام ده. هو ممكن يكون وقع في بعض الاخطاء زي اي حد بيقع، انما لما تحسبه كل بني ادم فينا فيه عيب. انا فيا عيب، ابن سوران فيه عيب، ابن براء فيه عيب، منى فيها عيب. انما هل العيوب دي اثرت على حد او اذت حد؟ انا ما اعتقدش ان اي اكرم عيبه انه بينفعل، ممكن كلمه تفوره الكلام ده كله. ولكن في مجمل اكرم بني ادم كويس، والله العظيم. اكرم كل مشاكل اللي دخلها حتى مع، مش عايز اقول مع حمدي ووفاء والكلام دوت، مش بسببه. هو كان هدفه يعمل صلح بين كريم علاء وعمل والكلام ده، هم ما نفذوش الكلام. قلنا انا عشان تبقوا عارفين انا بحب حمدي ووفاء، ما نفذوش الكلام. فبدا يهاجمهم عشان خاطر ما نفذوش الكلام بتاعه في القعده بتاعته. واتاذى اذى ما حدش اتاذى زيه من تطهير قنوات، والله العظيم. قناه اكرم الاولى لو كانت موجوده فيديوهاتها كانت تدخل لها 300 400 دولار لوحدها من غير ما يطلع عليه. اكرم سلام طار له اكتر من 20 قناه، ها طار له اكتر من 20 مره بتاع ما قد كده، مقابل انه بيدافع عن كلمه او عن ناس او الكلام ده كله. اكرم ما انكسرش قدام داعي،
ما انكسرش قدام داعم. طول عمره بيكلم الداعم اخ، عمره ما كلم الداعم سيد ولا عم ولا الكلام ده، ويكلم الداعم زيه زي ما بيكلم الباشمهندس ثاني، زي ما بيكلم محمد عبد الملك. حبيبي يا باشا حبيبي. فاكرم عنده كرامه، حتى الدعم بتاعه عنده كرامه كده يعني انا شفته في احد داعمين قال له لا وليك موجود. اه طبعا البركه في اولاد. حبيبي يا باشمهندس محمد أبراوي، شكرا، تصبح على خير حبيبي، شكرا على الدعم الجميل ده. فاللهم صل على النبي. ما يعني طول عمره بيكلم الداعمين، عنده ما يهرب. لو داعم غلط مثلا في متابع، لا مش عايز الداعم. طول عمره بجد بيكلم الداعمين زيهم زي اي فرد. طول عمره ما بيفرقش ما بين داعم وما بين صاحب منصه وما بين قصدي متابع عادي. طول عمره يعني في مره انا عمل معايا مشكله وقال لهم ما حدش يخش عند محمد عبد الملك عشان ملكت شوكار. كانت شتمت عباد السيس عندي في مره ورحت عامل لها بلوك. فطبعا وصلوا ان انا ملكت شوكار وشوكار دي رحت يا ما حدش يخش عند محمد عبد الملك، كله يطلع من عند محمد عبد الملك. فالمهم طبعا كان اشرف نجم والنخال كانوا نفسهم يخشوا عندي ويحبوني والكلام دوت. استنى انا جايب واحده كتكوت دلوقتي فهاكل واحده كتكوت بصراحه جاي ماليش نفسي اكل اي حاجه. فالمهم رحنا اتقابلنا انا وهو، فهم افهم يا عم، الست شتمت الراجل عندي وقال لي لا غلطان. قال لي بس عايز اطلب منك طلب يا عم، ويمكن انا حكيت لك تاني. عايز اطلب منك طلب. قال لي انت لو يوسف غلط فيك ولا ياسين ولا اي حد من العيال هتعمل ايه؟ قلت له هرد عليه. قال لي اعتبر كل مش مهارات دول اخواتي وعيالي، لو حد غلط عندك رد عليا، وانا ما قلتلكش حقك يا عم حق، بس ما تبلغش حد ولا تين حد، استحمله لغايه ما ترد ايه عليا وانا اجيب لك حق. وبصراحه ده اللي حصل يعني. انا والله ما بتفرجش على حد خالص، بس والله ما شفت حد خالص. انا بقى لي عملت بس 3 ساعات مع الدكتور ايهاب، بس الدكتور ايهاب بيصرف. دي قناه دي هتلاقيها كلها كانت شتيمه. فاكرم سلام حد طيب في النفس يعني، وانت شفتوا سلمى، لو تفتكروا سلمى عظيم طلعت قالت ان قابلته ما رفعش عينه فيها، لو ان سلمى شابه وجميله وبسم الله ما شاء الله يعني، ست مطلقه والقصه دي كلها يعني، ولا بتاع ستات، ولا حد عمره قال انه كلم ست وحش، ولا طلع له فويس مكلم ست، ولا ان هو انا اسف عمل علاقه بست، ولا صور ست، ولا الكلام ده كله. يعني ناس كتير يقول لك اكرم سلام بيبتزم النساء، طب يبتزهم بايه؟ ما انا بقول لكم هو ما كلمش ستات، يبتزهم ازاي يعني؟ يبتزهم ازاي؟ يعني انا عشان ابتز واحده لازم ابقى عامل علاقه معاها او مصور فيبتزها. اكرم ما عندوش القصه دي، هيبتزها ازاي؟ اكرم مشكلته انه لما بيحب حد يندفع جدا في الدفاع عنه. واكرم سلام كان مشكلته ايه مع البنت اللي طلعت اتحطت في وضع صحيه، اللي هي ناس يعني انا طبعا يا ربنا يقبل توبه كل الناس يعني. حاكي 7 قنوات ليه يا ستي؟ معايا 3 قنوات والله. ايه تعملي بيهم ال7 قنوات دي؟ زي الناس الجميله المحترمين جدا يعني اللي معانا من زمان. فقولوا لي كده، اكرم سلام افترى على مين؟ تفتكروا هيفاء كويتيه؟ هيفاء الكويتيه اللي كنتوا الناس قالوا هيفاء قطط والكلام دوت عليها في الاخر يعني. هيفاء ست محترمه جدا واتكلمت معانا، سجل لها مكالمه وكانت زعلانه عشان تم استبعادها من ميهار. اكرم سلام طلع عمل قال لي كده، انت يا ستي كنت في فتره معانا كويسه، روحي في حالك بعيد عننا وروحي في حالك، ما غلطش فيها غلطه، ما طعنش فيها طعن، ما رماش ما تبلاش عليها. لاعبين كتير جدا كانت عند اكرم سلام وخرج، ما جابش سيرتهم باي كلمه وحشه. حتى البنت الاخرانيه دي كان في مش عايز اجيب اسامي داعمه عشان بيزعلوا، كانت داعمه البنت بتحاول تستخدم اسمها كتير عشان اكرم يغلط فيها او احنا نغلط فيها، لدرجه ان احنا ناس، انا واحد من الناس ظلمت الست دي، تخيلت ان هي مشتركه في الكلام ده بصراحه. وانا حتى اعتذرت نيتها يعني، كان عبد الرحمن اخويا قال لنا عليه كلمني وقال لي ست محترمه قوي الكلام ده، وانا بثق في عبد الرحمن، ما غلطش فيها غلط. لو ان الكل كان على يقين ان هي ليها يد، لان البنت دي كانت على طول اسمها في وكانها بقى هي تديها الفلوس عشان تعمل كده، والقصه دي ست طرش خالص. لدرجه ان هي قبل كده انا معايا في شرم الشيخ وهي ما كانتش موجوده في مصر اصلا، ما كانتش موجوده. فاكرم يعني حد جميل يا جدعان والله، والله ما بجامله والله، اصل انا نفخه ليه؟ الراجل محبوس يعني، ما فيش اي استفاده من ان انا نفخه وانا بقول الكلام دوت وانا بعيد عن اي مشكله وبعيد. ده كان نجم العوايف عليك يا نجم، عامله ايه؟ اختي غاليه نجم والله. مش محتاجه انفق اكرم في حاجه عشان تبقى فيه. من اول يوم انا بدات هاجمت قنوات كانت بتهاجم اكرم، ده انت بالذات ابدا انزل منتدى. فلما صلى على النبي تقول لي يا نونا ما تضحكنيش بقى. انا ما بعرفش اظلم حد. نجمه الليل دي مثل من الناس كده اللي جت عليها بعض اللغط وبداوا يتهموها بحاجات كده، وانا قلت لهم لا نجم اختي، اللي يزعل يزعل واللي يعمل يعمل، نجم انا ما شفتش منها حاجه وحشه، نجم بلاد دخول وسيده والكلام ده كله، ونجم مفتوح طلعت دفعتها. لما طلعت هاجمت بعض القنوات اللي بتغلط في اكرم، حسيت ان الموضوع الخناقه على اليوتيوب ده ملوش فايده، لانها هتبقى خناقه لما لا نهايه، تقعد تشتم وتشتم تشتم وتشتم لما لا نهايه. فانا مش هفيد اكرم، بل بالعكس انا ممكن اكون بزود الناس تشتم اكرم اكتر يعني. فاهمين؟ فخناقات لما لا نهايه ما تخلصش. لا انا بخاف من نونا دي. ده القنوات القديمه موجوده، كنتوا هتشوفوا فيديوهات محتوى وممارسه قواضي
وحاجات خدمت المجتمع، والناس كانت بتسيء المجتمع والتمثيل المصري والكلام ده، كان واقف ضدها كل الفيديوهات القصيره والكلام ده. انما اللي اكرم صاحب محتوى، يعرف يقول محتوى، ويعرف يناقش قواضي من غير ما يقول لفظ. واكرم كاريزما، اكرم كاريزما بس مش سايكوباتي. يعني اكرم ما يتلذذش بتعذيب الاخرين. انا عايز اقول لكم، كان في عز ما هو عامل في احمد رجب، اول ما احمد رجب قال هدي حقه ولا مريم يعقوب وهدفع والكلام ده، جابوا عنده واتصالحوا في دقيقه واحده، واعتذر لابوه وامه كمان ساعتها. قال له خلاص والكلام دوت واخوات. وساعتها جاب الاعلاميه مريم يعقوب جزء من فلوسها ونفقتها، ودفع فلوس المدارس والكلام ده كله. فغايته مش الحرب وخلاص عشان المشاهدات. تمام. يا واحده يا جماعه، معلش يا واحده. اكتر حاجه كانت بتعجبني في اكرم زي ما قلت لكم كده، كان المتابعين عندهم كله سواسيه. عمره ما ميز داعمه او داعم او صاحب قناه عن اصغر متابع في ماي هارت او من بره ماي هارت. اكرم وقف جنبه، صدفه جت واقفه من حديد. الشايب اللي بيشتم في اكرم ده، انا اسف لو في محمد الفارس او الكلام ده، كان عامل فيديو، كان راجل محترم بصراحه وقال في حق اكرم. ربنا برضه مسخر ناس كتير لاكرم تتكلم عنه كلام محترم يعني احترامي طبعا. طبعا محمد الهادي، انا يعني مش عايز اقول ان انا ندمان، عمري ما عملت خير وندمت عليه يعني. بس موقفك حتى لو كنت في يوم من الايام على خلاف مع اكرم دي كتير جدا. اكرم اتاذى، صرف، عمل كل حاجه كويسه معاه. يعني لو قلنا اكتر جمايل على مين في اليوتيوب، اكرم عملها، فعملها مع محمد الهادي بدون مقابل. يعني اظن محمد الهادي ما كانش بيدفع تعب لاكرم، بل بالعكس اكرم كان بيجيب محمد الهادي دعم، من حق عربيه لشقه لحاجات كتير جدا عملها اكرم معاه. مش عايز اعتب على محمد الهادي قوي، يعني كل واحد بيعمل بصر، بس كان واجب عليك اطلع اعمل كلمتين ثلاثه كده في حق الراجل الطيب ده. مش عشان الكلمتين بتوعك مش هيطلعوه، ولا الكلمتين بتوعي دلوقتي هيطلعوه، بس عشان حتى الناس اللي يعني اللي بتهاجم اكرم دلوقتي يمكن يكتفوا على دمهم شويه. في ناس ما تعرفش الموضوع. على فكره يا جماعه، اللي فاكرنا ان احنا ملايين البشر بتتفرج علينا، الدايره بتاعتنا دي كلها ما فيش 2000 و3000 متابع. انما في ناس واخد قضيه اكرم من المواقع زي ما بيكتبوها الكلام دوت، واخدين اكرم كده. فنتكلم لعل وعسى الراجل، خشوا كده شوفوا حد عامل اسمه اكرم سلام وكلم عليه وحش، اطلع اتكلم بكل ادب. يعني اللي يعرف اكرم ويشتم فيه ده وحش، انما اللي ما يعرفش يشتم فيه، اللي هيشوف الصوره من بره وكلام المواقع والكلام ده كله. ودي ناس شغلها، دي ناس فاتحه قنوات تشوف القواضي ايه المشهوره على السوشيال ميديا وتتكلم عليها. يا ريس في ناس لما مصلحتها تخلص بيبعدوا، وده واحد منهم. بس لا يعني كتير ده. انا فاكر الاكرم، انا ممكن اوريكم ساعه موضوع الدكتور هلا حكيم، لما حولت له فلوس، قلت له فلوس هي اتحولت 10000 جنيه، اتحولت 3 والباقي مش عارف ايه. قال لي ما تحولش حاجه، مين قال لك حول؟ انا ادفعهم، انا هدفعهم انا خلاص. جدع جدا. يعني حاجات بسيطه يعني عملها كده. صدفه جت بصراحه، اصيله جدا، بحترمها، ويعني ما خدتش طول عمري، بحترم البنت دي، ربنا يخلي لها بنتها. طلعت اتكلمت البهدوره، طبعا مش عايزين كلام، بهدوره دي حد في منتهى الجمال. هشام، بس اسمه ايه هشام ده؟ انت هشام، انت في يوم من الايام كنت بتصالحني انا واكرم على بعض، وبتمدح في اكرم وهو واقف جنبك كتير جدا. حتى لو بينك وبينه خلاف، الراجل في دقيقه، الراجل اللي في دقيقه ده، يعني انا لو ليا خصومه مع حد في دقيقه، اول ما يدخل دقيقه خلاص. يعني انا بقول كل التحيه لمحلاوي مصر، عجبني بصراحه. محلاوي مصر الراجل بيطلع يقول ربنا يفك ليته، اكتر واحد عاد اكرم على اليوتيوب محلاوي مصر ده. اقسم بالله يعني ملوش حل، يعني كام سنه مشاكل مع اكرم. بس الراجل لما شاف الراجل في دقيقه قال لك ربنا يفك ايه ليته. نادرا لما تلاقي ناس تعرف تعملها على الارض في اليوتيوب، نادرا. انا كل اسبوع، كل 10 ايام هعمل لايف كده لاكرم لغايه ما يخرج بالسلام، لغايه ما يخرج بالسلام. اعترض بقى على اكرم سلام اللي بيشتم، بعترض وبقولها له في وشه. انما اكرم سلام راجل جدع، 99 مش هقول 100% من كلامه حق عشان ما فيش حد يعني. انما انا بقول لكم ما شفتش اكرم سلام رمى بلاء ولا. ان شاء الله ربنا يطلعه بخير ان شاء الله. والله يا جدعان، اللي بيعمله اكرم ده كله، ها ممكن اللي يكون حاطط فيه ربنا ده اختبار، اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى. عايزكم يعني هو كان بيقول لك كتر الدعوات تغير الاقدار. انا عايز اعمل لك بلوك يا نونو. نونو دي المفروض ما يكونش عندها قناه، لان انا نفس كلام. الست اللي تطلع على المنصه وتشتم تقول لفظ، انا اسف، ولا اقبلها اختي، ولا اقبلها كلام ده ولا قصه. الست اللي بتطلع تشتم والراجل اللي بيطلع يشتم، الراجل مش. احنا بننصح الناس، لان انا نفس كلام. الست اللي تطلع على المنصه وتشتم تقول لفظ، انا اسف، ولا اقبلها اختي، ولا اقبلها كلام ده ولا قصه. الست اللي بتطلع ما اقدرش اقول لنونو روحي فين وتعالي منين وروحي فين وروحي الكلام ده. انا بادئ الناس كلها ما تشتمش، لان انا نفس كلام. الست اللي تطلع على المنصه وتشتم تقول لفظ، انا اسف، ولا اقبلها اختي، ولا اقبلها كلام ده ولا قصه. الست اللي بتطلع تشتم والراجل اللي بيطلع يشتم، الراجل مش. احنا بننصح الناس. والله العظيم يا نونا اقسم بالله، انت بترتكبي ذنوب ممكن بتاخديها وهزار والكلام ده، بس صدقيني والله العظيم انا بحبك في الله، انت دمك خفيف. انتوا كنتوا ورا راجل جدع، راجل ما فيش اخوه في اليوتيوب. انا بقولها كده وانا مسؤول عن نفسي، اكرم ما كانش فيه اخوه في اليوتيوب.
اكرم كان مسكن ناس كتير في عشش. اكرم كان عامل حاجات خير كتير. اكرم ما لفقش تهم لحد. خليكم بقى على قد المستوى. اللي كاتب جنب اسمه اكرم سلام يخليه على قد المستوى. اللي بيقول انا ما عنديش مهارات خليه على قد المستوى. طلع اكرم سلام كبير. الكبير ما بيبقاش وراه يعني ناس كبيره، واظن محمد عبده والادلي والناس اللي موجوده يعني على قد المسؤوليه. محمد عبده والناس اللي عاقله الرزينه والكلام ده كله ما تشغلوش بالكم بحاجه. والله العظيم الناس اللي بتطلع تشتم فيه ولا الكلام دوت ولا قصه زي كبروا دماغكم منه. مش هم دول اللي هيأثروا على اكرم جوه ولا بره ولا الكلام ده. اكرم ان شاء الله طالع شيط الرحمن ربنا يفك. انا معايا كام عيل؟ معايا اربعه. معايا اربعه والله. في الهجمه دلوقتي اثنين. فين الواد كان جايبها من تحت؟ ما جابش نفسه عليه مش عارف. ياما عواضي قعدت سنه او سنتين والكلام ده واصحابها طلعت براءه. انا واحد من الناس اهو دخلت في قضيه 6 اشهر وطلعت براءه. اتحبست 6 اشهر كاملين وطلعت براءه عادي جدا. وخدت استمرارات وبعد كده حال المحكمه وتحدد الجلسه وعبد بطل يدي مرتبات. انا مش عارف والله ما بتفرج. مش كده اقصد حاجه والله اقسم بالله. انا بتكلم عن ذكريات مع اكرم او اللي حضرته او اللي اعرفه عن اكرم. اكرم سلام دفع فلوس كتير جدا في اليوتيوب ده واتغرم كتير. كسب كتير واتغرم كتير جدا. بس مكسب اكرم سلام في اليوتيوب ما كانش اكتر حاجه الفلوس، كان حب الناس واحد زي النخال ولا اشرف نجم. الكلام ده اسمعوا مني انا بقى، ان انا مش اشرف نجم. اشرف نجم ده ممكن تشتمه بابوه يسكت، انما تشتم اكرم سلام ما يسكتش. حبه جنون لدرجه يعني محمد عبده بيهزر 150 سم وعامله القلق ده كله. يخرب بيتك. قعد مع اكرم. معظم المتابعين ما قعدوش مع اكرم. ما قعدوش مع اكرم في مشكله، في حل مشكله في القصه دي. اكرم يعني معلم. اكرم لوحده معلم، يعني مش لامم شويه هلافيت حواليه وطالع لا اكرم لوحده مثال. خير الكلام ما قل، هو ده اللي بيطلع ساعه ساعه ونص يطلع يرسهم. وكان معاه كتير في العش. ربنا يطلع اكرم بخير وسلام ان شاء الله. انا قلت اطلع كده معاكم نعمل ذكريات كل اسبوع. هطلع كده لاكرم يعني. والله بيحب كل اللي حواليه وبيحب الخير للناس كلها. لما طلبت اعمل منه معاه لقاء والله العظيم قال لي عينيا يا عم. فحد من جيش النهارده قال لي ايه ده؟ طب هو ما طلعش مع حد من قنوات النهارده طلع يعمل لقاء ليه؟ كل ماشي ماشي يا مكير. والله قال طب ما طلعش ليه عمل اللقاء ده مع قناه من قنوات ماي هارت مهمه قوي، ليه قناتك انت؟ رحت سال قلت له هو انتوا طلبتوا تعملوا لقاء معاه؟ قال لي لا. قلت له يعني هو يقول لكم تعالوا خدوني اعملوا معايا لقاء؟ هو الراجل اللي انا طلبت منه وافق لانه راجل طيب. جربوا كده اطلبوا منه يعمل معاكم لقاء يعني. فاهمين؟ يعني كله كان مستغرب انه طلع محمد عبد الملك لان محمد عبد الملك طلب منه لقاء. ما حدش طلب منه يعمل لقاء. ولو ان انا عرفت بعد كده ان هو طلع مع عبد الرحمن قبل كده. ماكير بتعمل اللي هو ماكير في الايد ده. ضوافر دي الستات اللي بتعملها. فاهمين؟ يعني في واحد يا عم ازاي؟ طب المفروض يطلع مع قناه النهارده. طب انتوا طلبتوا منه؟ لا. طب نفسه عليكم. واكرم ساعات كتير كان بيتظلم كده والله العظيم من غير حاجه. اكرم ما كانش بيتكبر على حد. هو في ماكير وفي مونيكير ما اعرفش عنه فيهم يعني. مش عارف توته دي بتعمل عنه فيهم، هي اللي تقول لك. افتخروا ان انتم متابعين اكرم. اكرم ان شاء الله بمشيئه الرحمن طالع. ربنا يفك كربه زي ما فك كرب وائل شطر وفرح حلو بيه. الف مبروك رجوعه. انا ما اعرفش حد قال لي طلع لايف بس مش عارف طلع ولا لا والله ما اعرف. عشان خاطر ولاده وزوجته واولاده ربنا يتمم فرحتهم بيه زي ما ربنا يتمم فرحتنا ان شاء الله كده وفرحه اولاده ومتابعين ان شاء الله يطلع. ان شاء الله اكرم عام قريب ان شاء الله. هي موضوع يعني ايام او تحدي الجلسه والموضوع كله يخلص ان شاء الله ويكون في بيته. حد هيقول لي طب ليه محمد عبد الملك والمنصور الرهاني يفيدني؟ لو قاضي التجديدات ما بيقراش الورق ويتفحص. انما القاضي بقى اللي هينزل قصاده المره الجايه ده قاضي بقى. المحامي هيبقى مقدم دوافع ومرافعات وقال وكيل والكلام ده فهيلاقي نفس الكلام. يعني انا في القضيه بتاعتي يا قاضي التجديدات يا عم مش انا ما اعرفش القتيل. يا عم مش انا ما اعرفش القتيل ما قتلتش حد. في القضيه بتاعتي انا ما اعرفش. انما القاضي بقى لما جينا وقفنا ودخلنا بقى محكمه وقفص وخدت حاله المحامي بتاعه قال له انا محمد عبد الملك في الوقت الفلاني كان في الحته الفلانيه ومعايا الشهود معايا الكلام دوت واحنا مطالبين ان اهل المتهم تتعرف انهم كانوا اثناء الجريمه هم اللي قاموا باتهام المتهم. القصه دي فالناس جت بصت لا مش هو ده فطلع. انما كل فتره التجديدات ما كنتش بقابل حد كان المحامي هو القاضي يخش يجدد اعمل كده موضوع قضاء موضوعي. طب ما تطلع يا باشمهندس ثانيه يا دكتور هاني كده تفهمنا ابعت لك اللينك عشان القضاء الموضوعي دوت انا يعني انت هتبقى انا معيش اللينك اصلا. ثانيه واحده. غلطت التجديدات ما قتلتش ما عملتش ما اعرفوش اصلا. هوب تجديد. المحامي يبقى طالب والحكايه وايه ما فيش لغايه ما خدنا الاحاله دي. فخلي بالكم موضوع الاحاله ده هيبقى موضوع جميل ليه؟ عشان يفصل القضيه بسرعه. عشان يبقى هو ممكن يتاخر. ليه يتاخر؟
الجلسه تتاخر، التحديد بقى الميعاد الجلسه يتاخر، الكلام ده كله، ولكن في النهايه هيبقى في بقى خد وهات، انت من المحكمه والمحامين بتبقى واخده اريحتها، والزمات براءه موت ايا كان بقى حالته، زي ما قلت 24 في شروع، في قتل، الموضوع مش قصه يعني. معايا المستشار حبيبي استاذ محمد عبد الملك، تحياتي لحضرتك. المجنون. هي بدايتها على فكره كانت عند المحلاوي، بس هي شخصيه كويسه يعني، ربنا يهدي لها حالها ان شاء الله ويرزقها انت بابن عارف الحلال الفكره كده. كمان، ده محلاوي ما شاء الله عليه في الشتيمه، الله اكبر عليه، بس انا اه استجدعته قوي في موقف المستشار اكرم سلام. اه طبعا هو طبعا ده الراجل الجدع لما يلاقي عدوه مش حبيبه في دقيقه يقف. طبعا طبعا. فدي ربنا يهدي الحال. بالنسبه للشق القانوني اللي سيادتك بتتكلم عنه، طبعا حاجه مهمه جدا، ويمكن الناس للاسف بتبعد عن الكلام المهم وتدور على الهيافات. يعني ايه على الهيافات؟ يقول لك احتراما للقضاء المصري واحتراما هو للنيابه انا اقول لك العامه. حاجه، بس هقول لك حاجه حصلت معانا افتكرتها دلوقتي انت بتتكلم عن الاسرائيلي. انا كنت متهم مثلا في القضيه دي، كان المحامي بتاعي بيدفع فاضي تجديدات، ان هو يجيب الشخص اللي هو اتهمني يتعرف عليا، ما كانش بيرد برغباته ويروح جدد لي 3 مرات، وبعدين تم احالتي الايه المحكمه. فانا اتضايقت، ايه يا جدعان انا بتحل المحكمه ليه؟ المحامي قال لي والله كده احسن كده عشان نفضها سيره، والراجل هيجي في المحكمه هنطلب بقى بالقاضي الموضوع اللي انت بتقول عليه بقى، اللي هو القاضي في المحكمه الكبيره، ونطلب ايه التعرف في الكلام ده. حضر المحامي المدعي بالحق المدني، وطلب منه المحامي عندنا التعرف ايه، والد المجني عليه يتعرف ايه عليا، اللي هو اللي اتهمني بشكل مباشر. هو ده محمد عبد الملك اللي عمل كده. جابوا للراجل في نفس الجلسه، والله في نفس الجلسه جابوا الراجل، هو ده محمد عبد الملك؟ لا مش هو. طب اتاكد، انت قلت محمد عبد الملك؟ قال له ايوه انا قلت محمد عبد الملك، بس مش هو ده محمد عبد الملك اللي انا قلت عليه، انا شفت اللي ضرب ابني، هو اسمه محمد عبد الملك تاني. فهمنا المستشار يعني، وتم الحمد لله القاضي في ساعتها فاهم. الرأني، وخرجت في ثاني يوم، ما خرجتش نفس اليوم، ثاني يوم انا فاكر. فاهمني؟ ما ده اللي احنا بنقوله. نونا بتقول لك وقتها كنت نونا. ونصيحه اقولها. ايه ده ثانيه واحده، يعني اكرم يحصل له حاجه في الحجز، طب اقسم بالله من غير ما اشوف، انا شوف اقسم لكم بالله، بس انا عارف اللي فيها. اكرم سلام يبقى نايم في الحجز كده والناس بتهويله. ما مين يعني بيحصل له حاجه في الحجز ده؟ للاسف في واحد اسمه شادي بيروج لهذا مع واحده اسمها لا سام. بلاش فكره تاني، الله يسلمك، مش عايز لا بصوا يا جماعه، اكرم سلام انا شفته بقى، بصوا انا دخلت لغايه الحجز بتوع اكرم سلام، والله العظيم الواد اللي فيه بقى واحد ماسك الحجز على حسب الدائره، اللي ماسك الحجز ده له عم اكرم، كلم يا عم اكرم، والله ما بقول له غير يا عم اكرم، يا عم اكرم. يعني انا اسف، اللي دخل شاف اكرم سلام بيطلع بالترنج بتاعه بشياكته، وعارف انت ايام مبارك وجمال مبارك كانوا زي بيطلعوا الفل يا الشياكه. باشا، انا شايفه في العرض. ايوه يعني احنا قابلنا المستشار هاني، قابلنا فوق في النيابه، كان تقريبا المستشار اكرم قاعد كده يعني مش عارف منتهى صراحه. وفي بعض المتابعات منهم اعتقد اخت اسمها اميره سته انا او حاجه زي كده، كانت طلعت فوق ولقيته قاعد على الكرسي على المكتب. لا هو المستشار اكرم سلام يا جماعه، اي حد يحاول يعني حتى يقرب. كرمه المفروض الواحد يجيب له زياره، يساله المستشار هاني اول ما شافني فوق، لان انا كنت معاه، انا قابلته قبل ما يطلع النيابه، اول ما شافني فوق ندى بتاعت فيه، خد هات حاجه لمحمد، يعني اكننا قاعدين في كافيه عنده، حصل والله قدام المستشار هاني اقسم بالله ما قدام حد، لما انا بصلي، انا بربي عيالي، انا يعني اهون عليا كده. في ناس يقول لك ايه فلانه بتتسول، فلانه، انتوا عارفين ان انا عندي ان واحده تتسول بس بدون شتيمه، واحده تقول انا ما عنديش وتخرج من عفافها، يعني من عفتها، متعفين يعني احسن كتير قوي ما واحده تقول لك انا متعففه وتقول يا كذا ويا كذا ويا كذا وانا متعففه، وانا انت قلت الادب مش متعففه. انا اسف يعني، اي ست تشتم قلت الادب. انا لو واحده من قرايبي شتمت تبقى قلت الادب، وبالذات على العيال. العفاف تاج ست. طب يعني ايه عفاف؟ عفاف دي مش عيب، اصبروا بقى اصبروا بقى يا اولاد. العفاف ده يعني ست محترمه، ست بتطلع كلمه بالميزان، ست بتقول قال الله وقال الرسول. عمر ابدا ما الست تقول انا جدعه و100 راجل، ها، جدعه و100 راجل وهي بتشتم. الجدعه اللي ب 100 راجل اللي ترد بادب وحنكه بدون ما تطلع لفظ من بقها. الراجل اللي يبقى ب 100 راجل اللي يرد بادب وحكمه، ويا لو عرف ياخد حقه على الارض ياخده. انا بقول اهو، لو عرف ياخد حقه على الارض ياخده، ده راجل. انما الجعجعه، الله ايه التعليق الجامد ده؟ ايه التعليق ده؟ اشرف ما انت مش ممكن تعمله لي ببلاش؟ مش انت عندك مكن ونوفر 15 جنيه؟ تصدق انا ما فكرتش فيك يا اشرف، انت كده كده ما بتاخدش مني فلوس في اي حاجه بتجيبها لي، يعني كده كده كل ما اطلب حاجه بصراحه ما برضاش اخد مني فلوس. ما انا هصرف، هو بيقول لي 15 جنيه، اصرف اكتر من كده، ابيع الورق قدامي عشان ارتاحي. شوفوا الحقيقه، احنا عايزين نعرف الحقيقه. اكرم سلام اللي يعرفه هيقول انا عملت كده، ويطلع يتباهى يقول ايوه انا اللي عملت، انا واحده شتمت امي وشتمت الكلام ده. طب هل لو اكرم سلام عمل كده حقه؟ هقول لك اه حقه، ده الراجل اللي اتشتم واتحطت صورته واتحط عليها لا مؤاخذه الفوط الصحيه واتحط عليه الشبشب والكلام دوت، لو عمل كده شابوه، راجل بيجيب حقه. لو انا عملت كده شابوه ولا بجيب حقي. طب حد يقول لي محمد انت شمتان، انا ما بشمتش، ولكن هو ده اخره، انا طالع كلنا نكتسب خبره ومعلومه من اللي بيحدث ده. مش هبقى انا طالع اسب الناس على مدار 3 4 سنين من مشاكل، من اول تفاحه وعبد الرحمن وفلان وزيد وعبيد والكلام ده كله، ورب كميه العلاوات، لما يحصل لي كده ابقى مستغرب. ما هو الكل ظالم نهايه. في ناس تقول لك القانون ما بيجيبش حق، في ناس تقول لك القانون بيطول قوي، في ناس الست دي خاضت في اعراض ياما، ما فيش حد تقريبا ما خاضتش في عرضه في اليوتيوب. دايما تفتعل المشاكل، دايما تفتعل المشاكل
حنان منوره الدنيا لايف بايشه، مش عارف مين اللي شوقي. حنان شحاته منوره الدنيا شحاته. فافتعلت حاجات كتير جدا، يعني دمرت سمعه ناس، اتهمت ناس بالسرقه، اتجوزت واتطلقت في خلال 14 يوم. وركزوا في الحكايه دي عشان احنا هنيجي للكلام ده قوي، بس انا مستني الناس تجمع عشان اعرض. يعني انتوا شفتوا الفيديو على قنوات كتير قوي، بس هتشوفوه عندي بشكل مختلف، حتى مختلف عن اللي عرضه اكرم سلام. لان انا عملت بقى ايه؟ بدات احلل الفيديو. انا بقالي بتاع ساعه راجع من بره والله، قاعد احلل في الفيديو وازوم واعمل. في حاجات كتير قوي انا هقول لكم هتبرر اكرم سلام، لو انا ما بدافعش، لان اكرم سلام قلت لكم محامي هيعرف في القانون احسن مني، ولما يعمل حاجه زي كده اكيد هيعملها احسن من كده. فانتوا قاعدين تتهموا اكرم سلام، دي الست ليها 100 عداوات، اخر عداوه ليها مع طليقها، وهو المتهم الاول يا ساده. واثبت لكم بالدليل القاطع ان هو المتهم الاول، انه طليق نجلاء او اللي على خلاف، اللي سابت له الشقه، اللي نصبت عليه، اللي خدت فلوسه وخلعت. ده كلام قريب للحقيقه او قريب للمنطق. ركزوا معانا يا ساده. بس انا مستني الناس تجمع. انا عايز اللايف ده يبقى عليه 100 مثلا ولا عليه 50 عشان ابدا نعرض، عشان ما نعيدش الكلام تاني.